تحدث هذه الحلقة بمجيء ياسمين إلى السجن من أجل زيارة جهاد، وهناك كانت تخرج ديالى. رأت ديالى ياسمين تقف في الصف من أجل انتظار دورها للقاء جهاد، ثم استقلت السيارة وهي تتوعد. وهناك كانت ياسمين واقفة تائهة تنتظر أن تزور جهاد، ولكن حينما وجدت صعوبة في الأمر همت بالذهاب. وصلت ديالى إلى المنزل غاضبة ومستاءة لتضحيتها والتسلف المال من والدتها من أجل إخراجه من السجن. وتذكرت حينما رأت ياسمين تذهب إلى هناك قامت مسرعة بالاتصال على والدتها: لا تؤاخذيني يا أمي لأنني أيقظتك، يتوجب علي قول شيء هام جدا. لم يبقى هناك داعي لتدفعي كفالة جيهان، نجد من مكان آخر. شكرا لدعمك ودعيني، لا أشغلك الآن، هو منتصف الليل، استمري بنومك ونوما سعيدا. ثم أنهت الاتصال. أنهت ديالا الاتصال وهي مستاءة بشدة وتفكر في خيانة زوجها جهاد. وهناك كانت كريمة تلاعب الصغير جان: لو كانت أمك كانت أرضعتك، أليس كذلك يا حملي؟ صغيري سيء الحظ، انتظر طرق الباب، إما أن يطرق الباب أو يرن الهاتف لكنك ستبكي. داخل هذه أيضا ثم جاء لجنة الحجز: تفضلوا، لا يرون أن غسان غير موجود في البيت، اتصلي به ليأتي إن كنت تريدين، سيكون من الجيد مجيئه. لكنه لا يمكنه المجيء، زوجته مريضة للغاية في المشفى وخضعت لعملية لعدة ساعات وهي في العناية المشددة. الآن أعتني بطفلها، ابنه صغير، سأعطيه غذاءه. ثانية سنقوم بتنفيذ الحجز يا سيدتي. ألا تتذكرين على السيد عثمان دينا على المشفى وجئنا اليوم؟ تذكرت يا أخي حين أصيبت كنتي بنزيف دماغي والكثير تدمرنا عندها. حزنت كثيرا، لكن علينا القيام بمهمتنا. ولكن تم دفع دين البيت، ألم يدفع؟ مع الأسف نفذت المدة التي منحتم إياها ولم يسدد ولو قسطا صغيرا من دينكم. مشهد آخر وفي السجن جاءت زيارة لجهاد، حيث كان هارون هو من أتى. هل ما أراه صحيحا؟ تعالى لنرى. لاستغربت كثيرا، ماذا يحدث؟ بالسلامة يا جهاد، سمعت الحادثة في التلفاز وتوقف عقلي. يوجد وضع سخيف على الأغلب، نحن بشر، تحل بنا أشياء كهذه. تعالى. ثم جلس. يا للهول يا هارون، حقا ما زلت لا أستطيع التصديق، لكنني رأيتك بخير ولم تتغير. مضت 20 سنة يا هارون. 20 سنة سهلة على اللسان. أين كنت طوال ذلك الوقت؟ كنت في الخارج، وبعد التخرج عشت في لندن، فأنقل الشركة إلى هنا قريبا. نعم، نعمل في الكثير من المجالات والإنشاءات اللوجستية والشحن. وهناك مكان نتقاطع أنا وأنت فيه، السياحة والفنادق. قال له: لا تقلق. أوف يا هارون، يا ليتك منافسي، لو تعرف بماذا أنشغل. يا للهول، كيف تمضي السنوات والحياة. كان ينظر إليه مرة وقت طويل، أليس كذلك؟ ماذا تفعل؟ خيال. لابد وأنها تزوجت وأصبح لديها أولاد. هل أصبحت خالا؟ ماذا كنت تقول؟ كنت تقول أنك ستصبح أفضل خال في الدنيا. نعم، كان خيال. حدث شيء سيء، لقد فقدت يا جهاد. قال له: ماذا تقول؟ صدم جهاد بسمع ذلك حادث. إنها صدمت الجدار بسيارتها وفارقت الحياة. حزنت كثيرا يا أخي، مع الأسف. متى حدث؟ هل من وقت قبل 20 سنة؟ هكذا قال له هارون. ماذا أقول يا هارون؟ تعازي لك ولي بعد زواجي بديالى وبعد تخرجنا من الجامعة لم نلتقي بأحد، وأنت اختفيت فجأة والجميع تبعثر، كل في طرف وغاية في حياته. على كل لا تهتم، حدثني عن نفسك. سمعت أن لديك ابن؟ قل
ابنة أيضا. كما أصبحت لدي ابنتين وليست ابنة واحدة أم اثنتين، كانت واحدة وبعدها ظهرت لي ابنة أخرى، أخبرني إن لم يكن هناك مانع. وهناك كان عصام يتحدث إلى ياسمين: مع الأسف لا يسمح بلقائكم يا ياسمين. أعطيتهم سترة صوفية وفطائر وما شابه، ولا أعرف إن كانوا سيعطوه إياها أم لا. سلمت كثيرا. هل رأيت جهاد؟ رأيته بخير ومزاجه جيد. سلمت يا عصام وشكرا لك. وهناك كانت تجلس غصون: إن كنتم تريدون التبرع بعضها ستنقذون حياة العديد من الأشخاص. يقول لنا: انقذوا حياتي يا أمي، إن تبرعتم سيكسب الكثير من الأشخاص الحياة بفضلكم. قالت: لا، أنا لا أقطع ابنتي. فكري، من يعرف قلب أختي؟ لدي من سوف ينبض، من يعرف لمن ستمنح كليتها. لا يا فاتح، لا يمكنني السماح بهذا، لا أفرط بابنتي. هكذا قالت عائشة. وهناك ما زال جهاد وهارون جالسين معا، جميعهم صالحون جدا. هل لديك عائلة وأولاد؟ هل تزوجت؟ لم أتزوج، لم أجد إنسانة تستحق الزواج. ليكن ما زلت شابا يا هارون لتتزوج. قال له: إن شاء الله جيهان، لابد وأن لديك محامين يهتمون بك. أقول هذا كوني صديق قديم، وإن كان هناك شيء أستطيع فعله. قال له: سلمت يا هارون، كما قلت محامية يحاولون ويهتمون، ولكن مجيئك إلى هنا وقولك هذا كافي بالنسبة لي. دعنا لا ننفصل عن بعض الآن. ثم هم بالذهاب، وفي هذه الأثناء وصل غسان إلى هناك. أنا بخير يا أسدي، كيف جئت إلى هنا ودخلت يا بني؟ قال له الأخ عصام: هذا عمك هارون، صديق قديم جدا لي من أيام الجامعة. قال له: هذا يكون ابني غسان. لا يمكن الترحيب بشكل جاف. تعال يا غسان، أنا صديق وروح والدك يا بني. أصبح بطول ابني كالأسد ما شاء الله، ليجتاز هذا أساسا. هارون صديقي منذ 20 سنة يا بني في الجامعة. ألا تقولون عنه كذلك؟ كان أفضل صديق لي، أي أنه كان صديقي الأقرب. ليكن بعلمك أنني لم أعد نصف أب. سأقول شيئا سيكون سخيفا قليلا، ولكن أنا أعرفك. ساعدتني أمام دار كبلو حينما هجم علي بعض الشباب. كنت أمشي في الساحل بشكل شارد قليلا، وأنت لحقت في الوقت المناسب. حقا الدنيا صغيرة جدا. شيء محير. كان ينظر جهاد إلى هارون ويتعجب لظهوره بعد كل هذه السنوات. مشهد آخر، قام عصام بالاتصال على الديالة. قال لها: انظري، متأكدين أن الأوراق مزورة، علينا إثبات أنه ليس لجيهان علاقة بها. وهكان هرب أيضا، إثبات أنه هو من فعل ذلك. قالت له: حسنا يا عصام، لقد فهمت ديالة. طلبي الوحيد هو أن تهدئي. حسنا، لا تقلق. ثم جاء غسان: من أين جئت؟ من عند والدي. ألم ترسل جدتي نقود الكفالة؟ أبي في وضع سيء جدا، يحاول أن يبقى قويا. قالت له غسان: لا نستطيع دفع الكفالة. قال لها: ماذا تعنين لا نستطيع دفع الكفالة يا أمي؟ لن ترسلها جدتك يا بني، هذا رقم كبير بالنسبة إليها. المرأة اتصلت واعتذرت عدة مرات. ماذا سنفعل؟ لن نفعل أي شيء، ننتظر المحكمة. هل سيبقى أبي في السجن ل6 أشهر وهو من دون ذنب؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ لدينا نقود لكن لا نستطيع الدفع. وضع حجز عليها. هذه الأمور تستغرق وقتا. لا أصدق هذا يا غسان، أنه الآن لا أصدق أمورا أخرى. ثم ذهب غسان غاضبا. فكر بشيء يا بني. وهناك كان يحمل عثمان صغيره. استنشق واحفظ رائحتها يا بني، لن تسمعي صوته مجددا. ودع أمك، قل لها إلى أين أنت ذاهبة وتتركيني يا أمي. قل أنه كنت سأكبر وأصبح رجلا كبيرا وأبكي في حضنك في أيام السيئة.
قل أنك تحبها، قل أنك لن تنساها أبدا يا بني. أخذ يقول عثمان ذلك ثم اصطحبوا نوران من أجل نقل قلبها لتلك السيدة والدة عزيز. أنا أحبك يا نوران، هكذا أخذ يقول عثمان وهو يبكي ومنهار، واحتضن ابنته غصون. وفي المنزل وحيث كان يعتني بالصغير جاءت أختك، انظر إليها، إنه صغير جدا مثل علبة الكبريت جميلي. هكذا كانت تلاعب أخيها الصغير. وهناك وفي مشهد آخر كانت تجلس ديالا وتخطط مع صديقتها جيهان من أجل أن تمسك مجلس إدارة الشركة. قالت لها إنني أثق بعقلك، سأدير الشركات، لا يسمح جهاد لإدارتك الشركات بعد خروجه. نعم، ولكن لن يستطيع الخروج لأنه لن أدفع الكفالة، وبهذا الشكل سأربح الوقت واستلم الشركة. وكما قلت يا جيهان لا أستطيع فعل كل هذا من دونك، طبعا أنا معك. قالت لها شكرا لك. وهناك كان يجلس هارون وغسان معا. ربما تحدث أشياء لا تستطيع إخبار والدك بها، حينها ستتصل بي. أولا أعطني وعدا، جئت بالتاكسي لأنك قلت أننا نتسلى رجل لرجل. حسنا يا بني. ثم وفي مشهد آخر أوصل هارون غسان إلى المنزل. ماذا تكلمنا؟ طوت ليلتك يا عمي، الآن سأصبح بطلك يا غسان، هكذا قال هارون في نفسه. وهناك ديالا، لن أجلس في دارك بلو مثل جهاد يا جيهان، أريد الذهاب إلى مركز الشرطة. قالت لها وأنت ماذا فعلت؟ عملت كثيرا يا ديالا، جمعت كل التواقيع ولم يتبقى سوى شخص واحد فقط. سيعزل جيهان من رئاسة مجلس الإدارة إن أخذنا توقيعه. كيف نجحت بخلال 3 أيام؟ تعرفين كم أنا مصرة، وإن وضعت شيئا في عقلي أيعقل لا أعرف، لهذا أريد منك أن تكوني لجانبي. لقد رفعت قسما من الحجز، يعني ارتحت جيدا، هل أنت جادة؟ ظهر أن السيد رجل متفهم وأراد المساعدة. أنت رائعة جدا يا جيهان، سأغلق الآن يا ديالا وأتصل بك في وقت آخر. ثم كانت تتجهز ديالا للذهاب إلى الشركة متحمسة. وفي هذه الأثناء وصل جهاد إلى المنزل. صدمت ديالا برؤيته. كده بتنتهي أحداث الحلقة. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.